رسميا النادي الاهلي بطلا للسوبر المصري بعد فوزه على نادي فيوتشر في الفاينل بعد الاكسترا تايم بنتيجة 4-2. فيلا بينا عشان نتكلم عن الماتش. مبدئيا الاهلي سجل الهدف الاول عن طريق كهربا، عن طريق اسيست معلول وجون كويس من كورنر. ولكن الهدف التاني هو اللي جميل جدا، جون حسين الشحات عن طريق كهربا، جملة ما بينهم 1 2 3 كده كانت حلوة قوي. والشحات يحطها لوب كده من فوق جنش، جون حلو. ولكن ضاع منهم جون كان خطير جدا، باصات كتير جدا، وجون كان هيبقى حلو قوي لو دخل. وكمان الجون الدبل كيك بتاع كهربا للأسف اتصدت، لو كانت أقوى شوية كان ممكن إن هي تخش، ولكن للأسف ضاع عليه فرصة هدف عالمي. ولكن الأهلي جه الشوط التاني للأسف استهتار ودخل فيه هدفين ما ينفعش إن هم يخشوا فيه، ومصطفى شوبير مسؤول على الأقل عن الهدف الأول مسؤولية كاملة. وبس كده كان كل الفيديو النهاردة. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا عن الكورة الفانتسي.